بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مرحبا بكل من التحق بقناتي قناة المتواضعة. الفيديو نهار اليوم راح نتحدث فيه على قمة الأدب والتواضع. تلميذ تحصل على أعلى معدل بكالوريا 2023 في الجزائر. طبعا نبارك له ونبارك للعائلة الكريمة نتاعه، الوالدين، الأم والأب تاعه، كافة العائلة تاعه اللي وقفوا معه. كذلك أبارك للمؤسسة التربوية كما هو دار لها الفضل وقيمها من الأساتذة والإداريين، كما قال من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية. معدل جد مشرف تحصل عليه التلميذ. يتحصل على معدل أعلى معدل في الجزائر شيء عادي. كل عام يطلع واحد دي أعلى معدل في البكالوريا. بالنسبة لهذا التلميذ بن قداش محمد أمين، الشيء المميز فيه واللي الجزائريين كل أجمعوا عليه الأدب والتواضع والحياة العادية للتلميذ الجزائري، التلميذ المجتهد. طبعا كلنا كأمهات وكأباء نحلموا الأبناء تاعنا يتحصلوا على معدلات مرتفعة، والله أحسن المعدلات كاع في الجمهورية. لكن الأدب والتواضع والعلم والدين وحفظ القرآن هذا لغز، هذا لغز طبعا وتسخير من رب العالمين. وليست كل الناس، مش كل التلاميذ، مش كل الأطفال، مش كل المراهقين، مش كل الشباب يمتلكون هذه الصفات، صفة الأدب وصفة الأخلاق وصفة التواضع وصفة النور على الوجه، النور على الوجه اللي باين على وجهه ومنور له حياته، منور له حياته ومنجحه أيضا في مشواره الدراسي. طبعا يبقى محمد الأمين رسالة لكل الأمهات ورسالة لكل الآباء، رسالة لكل الشعب الجزائري وكل الشباب الجزائري، بأن الإنسان مهما كانت النقطة تاعه، خصوصا حنا نهضروا على التلاميذ اللي راهم في المرحلة الثانوية، مهما كانت النقطة تاعك ما عندها حتى معنى لو كان ما يكونش عندك أخلاق عالية وتتمتع بدين وتتمتع بتربية يقول لك عليها تجيب لك رحمة الوالدين. طبعا هذا التلميذ الذي خطف عقول وقلوب الجزائريين، مش لأنه أخذ المعدل الأول في الجزائر، ولكن اللي خطف قلوبنا وخطف العقول تاعنا هي قمة الأدب. نعاود نكرر هذه الكلمة بزاف لأننا نحتاجها وكذلك نفتقدها عند الشباب تاعنا. طبعا أنا عجبتني التصريحات الكثيرة اللي طبعا أخذ حظه من تصريحات التلميذ بن قداش محمد أمين. قال ما نتفرج تيك توك، قال مواقع التواصل الاجتماعي نستغلها لصالح دراستي، حاجة مش متعلقة بالدراسة ما نشغلش نفسي بها. وكذلك الحاجة اللي ركز عليها الدعم المعنوي للأسرة تاعه، المادي والمعنوي للأسرة تاعه والأساتذة تاعه. طبعا نعود ونكرر، طبعا يعتبر نموذج تتمنى كل أم أنها تملك ولد في البيت تاعها مثل هذا التلميذ، ما شاء الله وتبارك الرحمن. إن شاء الله نتمنى له مستقبل زاهر، وأنه العلم تاعه ينورنا كجزائريين، يمشي يقرأ الدراسات الجامعية تاعه والدراسات العليا ويرجع كذلك للوطن يفيدنا بالذكاء تاعه. طبعا كرم التلميذ على مستوى الجمهورية من طرف رئيس الجمهورية، وهو أطلب من رئيس الجمهورية أنه يكمل الدراسة العليا في الخارج.
طبعا نتمنى أنه يتحقق له مراده ويروح يدرس ويكمل دراسته. وكل هذا مش مربط الفرس. مربط الفرس أن نحتاج نحتاج هذه الأمثلة في التربية وفي الدعم من طرف الوالدين ومن طرف الأسرة، باش نربو كذلك احنا أولادنا وكذلك نتعلموا. ماذا بينا أنا ماذا بيا نشوف الفيديو للأم تاعه، طبعا رغم أنه هو أخذ حظه في التصريحات الصحفية، لكن الأم تاعه ما شفتهاش هضرت نهائيا. شفت الأب تاعه هو فرحان ويعبروا على الفرحة تاعهم. بصح الدعم اللي قدموه الأبناء الابن تاعهم والوقفة اللي وقفوها مع الابن تاعهم وصلوه يعتبر محبوب الجماهير الجزائرية في هذه الصائفة. تلميذ بن قداش طبعا نعاود نكرر خطف الأضواء، خطف الأضواء وخطف قلت جملة قدام، قلت خطف العقول والقلوب وخطف الأضواء. وكله مش لأنه على خاطرش جاء الأول في الجزائر ودا على معدل في البكالوريا، ولكن حتى الهندامة، حتى لبسته، حتى تحفيفة شعرها، تواضعها، فصاحتها، كامل قمر وبدر كامل متكامل. نتمنى هذا النموذج يكثر عندنا في الجزائر، يكثر عندنا في بيوتنا، ويكثر عندنا في شوارعنا، ونشوفه في مؤسساتنا التربوية. طبعا نحن نعاني من التصرفات الغير مسؤولة المراهقين تاعنا وولادنا اللي راهم في الثانوية، واللي في غالب الأحيان نحتاج من يساندنا ويساعدنا في التربية تاعهم. نتمنى أنها تعم هذه التجربة تاع هذا التلميذ والمستوى الأخلاقي الراقي اللي يتمتع به. نتمنى أنها تكون في بيوتنا كامل ونستافدوا من هذا نتمنى أن نشوف تصريح الأم تاعه، الوالدة تاعه، على مواقع التواصل الاجتماعي. كيف ربي سبحانه وفقها باش تخلق إنسان ناجح دنيويا ودينيا. تمنيتي لها بالتوفيق في دراستها الجامعية وفي حياتها الشخصية وفي حياتها في علاقتها مع ربي سبحانه وتعالى، وكذلك مع علاقتها مع الناس أجمعين. فعلا يستحق التشجيع ويستحق التقدير. هذا الطفل اللي نعتبره ولدنا، نعتبره ولدنا. طبعا الإنسان كي يكون إنسان صالح وإنسان إيجابي في الدنيا، كل الناس تعتبره الابن تاعها. إذا هو الابن تاعنا وولدنا، وإن شاء الله نتمنى له الخير، وإن شاء الله تنجب الجزائر كثير من هؤلاء الأطفال. تمنيتي له بالتوفيق، ونعاود تمنيتي له بالتوفيق. إن شاء الله نشوفوه الشمس، أولا نشوفوه نور الشمس في الجزائر كاملة، وإن شاء الله نستافدوا من عقله ومن خلقاته الذهنية بإذن الله تعالى. تمنيتي لكم التوفيق بأبنائكم كامل، وإن شاء الله قاعد تفرحوا بهم دنيويا ودينيا. إن شاء الله ننعموا بالأخلاق السامية والحميدة. وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله تعالى.